الدنيا دي، لا انت حقيقه ولا انا حقيقه ولا اي حد حقيقه. ما هو برضه هو الموت. هنا برضه يعني الجمهور حابب يعرف. حلوه يعني والدة يا استاذ احنا كنا بنروح نحتفل بعد ما ناخد الدوري، نروح عند حسام في البيت نقعد معاها وهي توضب لنا السفره وتوضب لنا الاكل. كانت مشهوره بايه؟ هي كانت بتعمل السي فود حاجه تحفه تحفه، لانها من السويس، فكانت بتعرف تعمل السي فود المحترم يعني. اخيرا كده تقول لي كابتن حسام ايه النهارده؟ البقاء لله وربنا يصبر النهارده. وبعدين وحيد اخوه كان على طول، احنا كنا مع بعض 24 ساعه، انا يعني غير حسام بقى، اخوه الكبير وحيد كنا مع بعض 24 طب ساعه. خلينا كده يا كابتن، كان في مرض معين ولا مجرد الشيخوخه فقط؟ لا الشيخوخه يعني. النهارده حضوره الكابتن محمود الخطيب، شايفه ازاي وشايف تعبان لا هو الخطيب بيقدم ده واجب، وحسام درب النادي الاهلي وخطيب رئيس النادي الاهلي، لا يعني هو لازم يجي حتى لو تعبان. الخطيب في الواجب ما بيأثرش. حضور كابتن محمود الخطيب اليوم حضور ثمين يعني، حضور ايوه غالي طبعا بالنسبة ما فيش للكابتن. شك. لا نجم كبير، ما حد يقدر يقول غير انه نجم وجاي ورئيس النادي الاهلي. انت بتتكلم رئيس اكبر نادي من اكبر الانديه في العالم بقى، بلاش عشان ما اقولكش الوطن العربي. رغم ان كان في خلاف كوره وفتره من الفترات كده ان نجوم النادي الاهلي الناس كله والاخلاق تسيطر على النجوم. لا خلاف، ما فيش خلاف في الواجب. احنا ما عندناش خلاف في الواجب. لما حصل وفاه عن الكابتن محمود الخطيب ما انا جيت وعزيته. لا احنا يا سيدي الفاضل احنا اتربينا تربيه صحيحه جدا داخل النادي الاهلي، اتربينا على مبادئ وتربينا على مثل وتربينا على اخلاق. يعني برضه كان الجميل اليوم شفنا كابتن عمر جابر في نادي الزمالك لانه كان حريص. عمر حريص على اداء ابوه متربي في النادي الاهلي، عشان بس تبقوا فاهمين. عمر ابوه متربي في النادي. المعلومه متعرف عليها يا كابتن ولا حضرتك بتوضحها لنا بيوم من لا محمود جابر لعب، ده معروفه في الدنيا كلها. محمود جابر اتنقل من النادي الاهلي للاسماعيلي، لعب في النادي الاهلي اساسي لحد سن 21 سنه. ده كان سر تواجد كابتن عمر جابر اليوم يعني؟ لا سر تواجد عمر جابر اعتقد انه يعني راجل رياضي وكابتن لمنتخب مصر، فجاي يعزي مدرب منتخب مصر. بما اننا يا كابتن بنتكلم عن الاخلاق وحضور الرياضيين في غياب النهارده معظم نجوم نادي الزمالك، هل ده يعني يمثل شيء؟ لا ما تربطش ده بده، لان الزمالك بيلعب في الامارات، فما تربطش ده بده، ده ملوش دعوه. ده الاهلي قصدك يا كابتن؟ لا ده بيتكلم على الزمالك. الاهلي اللي في الامارات دلوقتي. والله انا مستخبيه منك من الصبح، قلت لهم الكلام ده، لو شافنا هيقول لي انت كنت فين. يعني كابتن باشمهندس بدري اخيره، ما انا قلت له البقاء لله وربنا يصبرك، لان هو اكتر واحد كان مرتبط بالوالده، اكتر واحد يعني يعني. ان هي توفت حتى وهو بره كان في الامارات. كان قايل في الفتره الاخيره لمرضها او مرض. لا هي تعبت شويه، نزل هو شافها من العراق ورجع تاني 35 يوم، وبعد كده ربنا افتكرها فوضع طبيعي يعني هي كبيره يا جماعه، كبيره. احنا شفنا لحظه المغادره حديث متبادل بينك وبين كابتن حسام البدري يعني، كنت حضرتك بتتكلموا عن لقاء بنرتب لقاء وبنشوف هنلتقي ازاي. تمام.